بعد كل ده، بعد كل ده، محمد اهدى 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 يا بعد محمد. كل ده، بعد كل ده ونترفد؟ بعد كل ده ما اخدهاش؟ ربنا غضبان عليك وبيديك فرصه واثنين وثلاثه يا كل ده عشان ما محمد تصليش. تقرب من ربنا. تصلي دي عشان حاجه. دخلي لجوه. خش جوه يا يوسف، طب ما يعليش خش صوته. جوه. طيب ايه ده؟ ربنا بيديك فرصه واثنين وثلاثه. اديني فرصه ازاي؟ يديك فرصه يا محمد. يا محمد بلاش اعتراض على ربنا، ده ابتلاء من ربنا يا محمد. ابتلاء يعني بيحبني مفروض، مش يبتليني. ربنا مفروض يحبني. ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. قصدك ايه؟ يعني كل تأخيرة وفي أخيرة ربنا شايل لك الحلو يا محمد. ربنا مش رايد إن أنت تبقى في المكان ده، أكيد شايل لك الحاجة الأحسن. مش فاهم حاجه. انا مش فاهم. كل حاجه الاول على الدفعه بتاعتي، كل حاجه عملتها بحسافرها، في الاخر يحصل معاه كل ده ليه؟ ليه 4 سنين وفي الاخر كده ايه اللي بيحصل ده؟ ما تقولش كده. طيب ما تقولش كده يا محمد، استهدى بالله الله. كده وصلي على النبي. ازاي يعني ربنا قصدك بيبتليني عشان خاطر ايه؟ بيحطني في امتحان؟ أيوه، ربنا بيختبر كل شخص مننا، بيشوف إحنا هنحمد ربنا ولا هنعترض زي ما أنت اعترضت كده. ما ينفعش يا محمد كده يا محمد. حرام حرام اللي أنت بتعمله وبتقوله ده يا محمد. ليه بتعترض على ربنا وتقول ليه يا رب واللي مش ليه؟ ما ده كده اعتراض، ما ينفعش. استغفر ربنا، قول استغفر الله العظيم اللي ربنا بيجيبه كله خير ورزق يا محمد. ربنا ما ادكش الوظيفه دي، شايل اللي احسن، وممكن ربنا يحطك في مكان انت اصلا مش متخيله. لا انت كل فاهمة. واحد بياخد نصيبه. انت فاهمه الدنيا غلط. صلي فاهمه الدنيا غلط. صلي خلي الصلاه تنفعك. ايوه طبعا طبعا يا محمد. اول ما هننزل يا محمد في انت قصدك عشان ربنا اختارني يبتليني؟ محمد اول حاجه هنتحاسب عليها الصلاه يا محمد. اول حاجه ربنا هيسالك عليها. استهدى بالله، استهدى بالله يا محمد. استغفر ربنا يا محمد كده وقول الحمد لله على اللي ربنا يجيبه. في ايه مال؟ استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. نجيب لك ميه تشرب؟ لا مش عايز ميه. يعني انت قصدك اللي حصل لي ده ابتلاء من ربنا وربنا شاور عليا وبيحطني في اختبار كل ده؟ اكيد طبعا. يعني قصدك ده كمين؟ لا، أي. ربنا بيحطك في المكان. هل انت هتعترض على ربنا تقول لا ده كمين ولا تقول الحمد لله؟ ده كمين يعني طبعا ربنا عامله. ربنا بيحطنا في اختبارات. بقول لك ربنا بيحط كل انسان في اختبار. هتعترض عليه ولا هتقول الحمد لله؟ قلتها لك بدل المره مليون. انا صليت. كلنا ربنا بيختبرنا. انا صليت. ربنا دلوقتي كسر رجلي، هقول ليه يا رب ولا اقول الحمد لله على اللي ربنا اداهولي؟ انا صليت. احمد ربنا. في الاخر صليت يحصل ايه معايا يا كده؟ محمد؟ صليت ايه يا محمد؟ انت صليت لما لقيت الشغل ده جالك. انت صليت عشان انت محتاج الشغل ده، فانت قلت هصلي ركعتين عشان احمد ربنا واقول يعني الحمد ربنا لله. عمل معايا لكن كده عشان انا كفرت؟ طبعا بيعاقبني؟ طبعا. نسيت. هو لو ربنا بيحبني أنت هيذلني؟ لا، هو لو ربنا بيحبني هيبتليني؟ هو لو ربنا بيحبني هيشاور عليا من ضمن الناس دي كلها ويسقطني في الاختبار؟ يبقى ربنا مش بيحبني. لا انت اللي مش قريب منه. قصدك ايه؟ قصدي ان انت بعيد عنه، وقصدي ان انت تحمد ربنا على كل حاجه. تحمد ربنا على الصحه وعلى نعمه النظر. تحمد ربنا على كل حاجه ربنا مديها لك. فيك ايدين وفيك رجلين بعد ما فرحني؟ وفيك حاسه اللمس. بعد ما فرحني؟ قصدك ده كمين يفرحني بعد كده يحزني
والدنيا تتقلب على دماغي؟ اهو ده اللي يا ريتها ما جاء. ده انت كده بتقول بتعترض على اللي ربنا بيديه. ده أنا انت كنت كده ده اعتراض، ما تعترضش. ده انا كنت هبقى مدير بنك. قول الحمد لله. انا بكالوريوس تجاره انجليش لا اله في الدفعه إلا الاولى الله. على لا اله الا الله. زمايلي. انا هتجن. هاتي لي ميه بسكر بالله عليك. هاتي لي ميه بسكر. استغفر الله العظيم يا رب. انا مش فاهم حاجه. يعني ايه؟ يعني ده كمين؟ يعني انت بتمتحني يا رب وتقوم تسقطني في الاختبار والانترفيو بتاع النهارده اهم يوم في حياتي من 4 سنين؟ بقى هي دي يا رب؟ ده انا صليت. اتفضل يا محمد. هات ام خالتي. لا حول الله يا رب. هيزعلها قوي. يا محمد عملت ايه يا حبيبي؟ عملت ايه؟ مالك؟ شكلك متغير تعال يابا. ليه؟ مالك يا محمد؟ مالك يابا؟ مال اخوك يا بنتي؟ كنت في كمين. ربنا عمل لي كمين فرحني اه وحزني في نفس الوقت. يمكن ربنا عمل كده سقط. يا ابني هيوعدك باحسن منها، سقط. شغلانه احسن منها. مش قلت لك تنزل الصيدليه ما تعتمدش على حاجه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا ما الله. نجحتش في الاختبار الانترفيو اترفضت. طب ليه؟ ربنا هيعوضك نصيب يا ماما، خير. نصيب. طب يا حبيبي نصيبك. ما تزعلش نفسك. ربنا هيوعدك باحسن ما منها، تزعلش نفسك ما يا حبيبي. تزعلش. داخل ربنا ما أصلي. تزعلش يا ابني، ده خير وهيجيلك احسن منها. اه اوعى تزعل نفسك، ما تندمش على حاجه. اخوك الصغير. قصدكوا الصلاه؟ ايوه الصلاة. خليك قريب بس. خليك قريب من ربنا. يعني قصدكوا اللي انا كنت عشان رحت الاختبار على هيئه مش الفرد، يعني انا عشان مش بصلي فصليت أيوة. ساعه أنت هنصلي على صليت. طول، ما أنت- تفتحش قصدكوا الصلاة كده؟ عشان ربنا أيوة. يديك. ربنا شاور عليا يعني. انت آه. افتكرت ربنا في التوقيت اللي انت عايز يعني تفتكر انتوا قصدكوا ربنا بيديني فرصه تانية؟ ايوه ان يا شاء حبيبي. الله وهتبقى احسن واحد. حبيبي مفيش حد زيك يا ابني. يقوم يبتليني؟ معلش يا حبيبي معلش يا ما حبيبي، تزعلش. لا ربنا إله إلا الله. بيجربك. عشان تكرهه خيرا لك. ربنا بيجربك عشان يشوفك تكرهه إيه، خيرا لك. هتجمد ولا هتتن زي ما انت. ربنا يقويك. ولا تسيب ركعه وبكره تقول خالتي قالت لي ربنا هيوجعك في احلى شغلانه هتبقى احسن واحد. حقكم عليا. لا يا ابني احنا يا ريتني مفيش كنت أي سمعت حاجة، كلام. ربنا يسامحك يا ابني. يا ريتني كنت ربنا سمعت يسامحك. كلامكم بس ربنا بعد فوات يسامحك. الاوان. قول يا رب. يا رب. ايوه قول يا رب، اللي بيقول يا رب ما استغفر ينجابش. ربنا. استغفر الله لا. العظيم يا رب. ايوه ربنا كبير. سامحني يا رب. بس كده احسن من كده. انا مفيش. اكفرت قول يا رب ارمي أنا- حمولك على وبصلح ربنا. غلطتي أنا دلوقتي قلت له- قدامك. قلت له الكلام ده والله. أيوة يا سامحوني بنتي، سامحني يا ارمي رب. حموله على اختك ربنا. خايفه من مفيش كده. حل منه. اختك كانت خايفه من كده. ها بتنصحك عشان عشان تطلع من اللي مصلحتك. انت فيه. انا مش زعلان. ايوه مش كده. زعلان يا رب. ايوه سلم أهم حاجة امرك تبقى راضي لله. عني. سلم أيوة. امرك لله. كفايه اهم يوم في حياتي اتصدمت فيه. معلش يا حبيبي معلش. ربنا هيعوضك. يا ريتني نكون شبه اخويا ده. اهم حاجه كنت من جوه اشتغلت. عشان ما اتبطرت على النعمه رب سحبتها مني. كنت تندمش. هنبقى اكبر مدير بنك. ما تندمش حقك عليا يا اخويا. وقول يا رب. حقك عليا. ما تندمش يا حبيبي، ما تندمش، اوعى تندم، وربنا هيعودك باحسن منها. هيوعدك وقول يا رب، طول ما انت بتقول يا رب ربنا هيقف جنبك. ودي كانت الفكره بس زي ما انتوا شفتوها كده يا جماعه. تعالى اقعدي يا حاجه، تعالى اقعدي عشان الناس بتزعل وانتوا واقفين. اقعدي. ودي كانت الفكره اللي هي كانت متقدمه لكم. شكرا. امسك كده. تعالى اقعد. اقعد يا يوسف. اقعد اقعد اقعد. احنا هنودعكم عشان مش هنطول. الترابيزه يا استاذ يوسف. يا ريت الناس كلها يعني بصوا انا عايز بس اقول حاجه قبل ما اقفل بعد اذنكم. يعني اللي انتوا شفتوه ده، الناس اللي بتكتب كومنتات، انا قبل ما اشوف الكومنتات انا فاهم هما بيقولوا ايه. يا جماعه
يا جماعه تجسيد الشخصيه ملهوش دعوه بالكفر، واعوذ بالله. في حاجه اسمها تجسيد شخصيه في التمثيل، ماشي؟ زي في ماده في القانون 272 مش عارف بتتكلم عن الاجرام، يقول لك انتوا بتعلموا مش عارفه ايه. لا، في حاجات بتتقدم زي كده. القانون في الدين انا بمثلها زي واحد بيقول لك ده انت طلقت مراتك بجد، وهو اصلا على سبيل الهزار، ملهاش علاقه. لو هي معاه مراته وطلقها ماشي، لكن على سبيل الهزار وهي صاحبته او قريبته تمام. عشان في ناس بتفتي يا جماعه. الفكره ديت كنت لازم اجسدها بالشخصيه ديت، محدش يزعل مني ارجو من الناس. بس وانا خلصت كلامي ووضحت لكم بعض الامور اللي انا ما بكفرش بحاجه زي كده، مجرد اللي انا بمثل وبعمل فلوس. احنا بنقدم رساله توعيه، في الاخر قدمنا النصيحه. اللي عايز يقبل بيها اهلا وسهلا، واللي مش عايز يقبل شرفنا ونورنا، ما يجيلناش تاني. اتفضلي. عشان شفت كومنت واحد ضايقني، قلبت على